في أعماق الفضاء الواسع حيث لا صوت يسمع ولا زمن يقاس تتجمع سحابة ضخمة من الغبار والغاز تعرف بالسدم نبلة. هذه السحب هي المكان الذي تولد فيه النجوم. تتكون السدم بشكل أساسي من الهيدروجين، والهيدروجين هو الوقود الأساسي للنجوم، والسدم هي أماكن ولادة النجوم بسبب تجمع الغبار والغاز. تبدأ الجاذبية في تجميع الغاز في منطقة واحدة داخل السديم. كلما تجمعت الكتلة ارتفعت درجة الحرارة والضغط داخل هذا التكتل. بعد ملايين السنين يصل قلب هذا التكتل إلى درجة كافية لبدء الاندماج النووي، وهنا يولد النجم الأولي بروتوستر، ويبدأ الهيدروجين في الاندماج داخل النواة لإنتاج الهيليوم مما يطلق الضوء والحرارة. ثم يدخل النجم في مرحلة التسلسل الرئيسي مين سيكونس، وهي مرحلة مستقرة، وفي هذه المرحلة يتوازن الضغط الناتج عن الاندماج مع قوة الجاذبية مما يجعل النجم مستقرا. وخلال مرحلة التسلسل الرئيسي يحافظ النجم على توازن الطاقة، وعندما ينفذ الهيدروجين في النواة تبدأ الجاذبية بسحقها إلى الداخل في نفس الوقت وترتفع درجة الحرارة أكثر، ويبدأ النجم في دمج الهيليوم لعناصر أثقل مثل الكربون والأكسجين. ثم يتمدد الغلاف الخارجي للنجم بشكل هائل، ومع مرور الوقت يبرد الغلاف الخارجي للنجم فيتحول إلى عملاق أحمر Red Giant. فإذا كان النجم ضخما فإنه يتحول إلى عملاق أحمر فائق Red Super Giant. وتتشكل النجوم العملاقة الحمراء الفائقة عندما تستهلك النجوم الضخمة وقودها النووي، ويكون العملاق الأحمر الفائق Red Super Giant أكبر وأكثر إضاءة من العملاق الأحمر العادي Red Giant. وتتميز النجوم العملاقة الحمراء الفائقة بأحجامها الهائلة وإضاءتها الشديدة. عندما يكون النجم صغيرا إلى متوسط الكتلة فإنه يقذف غلافه الخارجي في الفضاء. هذا القذف للغلاف الخارجي يشكل ما يعرف بالسديم الكوكبي Planetary Nebula. بعد قذف الغلاف تبقى نواة النجم لتصبح قزما أبيض White Dwarf. مع مرور الزمن يبرد القزم الأبيض White Dwarf ويتحول إلى قزم أسود نظريا Black Dwarf. عملية التحول هذه تمثل نهاية دورة حياة النجوم الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر القزم الأسود هو مرحلة نظرية حيث لم يتم رصد أي قزم أسود حتى الآن بسبب الوقت الطويل اللازم لتكوينه. أما في النجوم الضخمة يستمر الاندماج النووي حتى الوصول إلى عنصر الحديد، ولكن الحديد لا يمكن دمجه مما يؤدي إلى انهيار مفاجئ لنواة النجم. يؤدي انهيار النواة إلى انفجار سوبرنوفا هائل، ويطلق السوبرنوفا كميات هائلة من الطاقة والمواد إلى الفضاء، وتنتشر العناصر الثقيلة المتكونة في السوبرنوفا في جميع أنحاء الكون. وتعتبر السوبرنوفا هي آلية رئيسية لتوزيع العناصر الثقيلة الضرورية لتكوين الكواكب والحياة. بعد انفجار السوبرنوفا تتبقى نواة النجم. إذا كانت كتلة النواة متوسطة تصبح نجما نيوترونيا نيوترون ستار، وأما إذا كانت الكتلة هائلة تتبقى نواة النجم لتصبح ثقبا أسود بلاك هول. وهكذا تنتهي حياة النجم، لكنها تترك خلفها بذورا لنجوم جديدة تواصل دورة الخلق في هذا الكون العظيم. وفي كل نهاية حكمة من الخالق تدعونا للتأمل في عظمة الصنع وبديع النظام، وكأن الله تعالى يقول لنا: أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.